السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا، هنعمل مع بعض كيكة بالكريمة والجيلي، طعمها حلو جدا وكمان شكلها مميز. يلا بينا على طول نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف الطريقة هنعملها ازاي مع بعض. المقادير بتاعة الكيك، خلونا الأول نقول المقادير اللي هي السوائل. كوباية من السكر، وكمان 3 حبات من البيض، وعليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. كمان معانا كوباية من الحليب، وكوباية إلا ربع من الزيت. بجيب بقى الخلاط وبحط كل المكونات اللي أنا قلتها دي في الخلاط وبنضربها كويس جدا. أنا ركنت الزيت شوية على ما ضربت البيض مع السكر مع الحليب. بعد كده بنزل عليهم بكوباية من كوباية الا ربع من الزيت، وكمان معلقة كبيرة من الخل. هنزل عليهم كده بقى بالزيت، وبكمل ضرب كويس جدا لحد ما لونهم يكون فاتح بالشكل ده. خلاص وقفت الضرب بتاع الخلاط وبدأت ان انا اجهز المواد الجافة. عندي المواد الجافة، وهي 2.5 كوباية من الدقيق المنخول، حطينا عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من النشا، وقلبت كل المكونات دي كده مع بعض، وبدأت أنزل على الخليط اللي في الخلاط بالشكل ده، وبكمل ضرب كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي تماما وما يبقاش فيه أي تكتلات للدقيق. بفضل اقلب فيهم كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي تماما ويبقى معايا بالشكل ده. ببتدي اجهز القالب اللي هدخله الفرن، وطبعا بكون مشغله الفرن بتاعي علشان يسخن. وبدات ان انا احط في القالب رشه كده من الزيت وعليها رشه من الدقيق، وبعد كده حطيت طبقه رفيعه من الكيك عمل معايا الكميه دي. بدات ان انا ادخله الفرن، واول ما اخد لون من تحت واديته لون من فوق، وطبعا اختبرته بالستيكس بتاعه الشيش طاووق، طلع معايا نضيفة يعني، يبقى كده خلاص هو جاهز، وبطلعه من الفرن على طول. بس كده ده الشكل بتاع الكيك بتاعنا. سبته طبعا لحد ما برد تماما، وبعد كده حطيت طبقة رفيعة من الكريمة. الكريمة لازم تكون جامدة. وكمان بقفل عليها كويس جدا، ما بسيبش اي فراغ ما بين الكيك وما بين طبقة الكريمة، يعني بقفل طبقة الكريمة كويس جدا. هنا انا كنت بعمل الجيلي، طبعا طريقة الجيلي يعني معروفة. بتبقى مكتوبة على العبوة بتاعة الجيلي. خلاص طبعا دخلتها التلاجة علشان طبقة الكريمة تكون متماسكة، وانا اصلا ببقى عاملاها من الاول متماسكة كويس جدا، يعني ما بتبقاش سايلة. لازم تكون متماسكة، ونقفل على طبقة الكيك كويس جدا بالكريمة، وما تبقاش يعني عالية قوي. تمام. بعد كده سبت الجيلي لحد ما يبرد تماما. ما ينفعش خالص استخدمه وهو حتى يعني دافي، لازم يكون بارد تماما. بعد كده بحط طبقة من الجيلي وبدخله التلاجة كمان علشان يمسك. خرجته بقى من التلاجة، وبدأت أعمل قلوب كده بالشوكولاتة، عملت قلوب باللون الفاتح وقلوب باللون الغامق، ورصيتها كده بالشكل ده. وكمان الشكل التاني حطيت صوص بطريقة عشوائية، وبدأت بالسكرابر أوزعها كده على القالب بتاعي بالشكل ده. ببتدي بعد كده احط طبقة تانية من الجيلي. انا نسيت اقول لكم الجيلي واحنا بنعمله بنستخدم ليه كوباية واحدة، يعني لو العبوة مكتوب عليها كوبايتين من المية، احنا بنستخدم كوباية واحدة بس من المية. تمام، علشان يكون متماسك جدا معانا ما يكونش سايل. خلاص حطيت كمان طبقة للقالب التاني، ودخلتهم بقى التلاجة علشان يتماسكوا ويكونوا معانا بقى بالشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي ده. كده خلاص بقى طبقات الجيلي مسكت. كل خطوة بدخلها التلاجة، يعني على حسب. ممكن مثلا أقل، يعني مش أقل من ساعة يعني. بس هي بتمسك على طول لأن احنا مقللين المية زي ما قلت لكم.
طلع بقى معايا بالشكل ده، يعني شكلها حلو جدا، والتزيين بتاعها منها فيها فسهلة وسريعة وحاجة حلوة. ممكن كمان لو عندنا مناسبة نعملها، هتبقى حلوة جدا وهتبقى سريعة. شفتوا بقى الطبقات بتاعة الكيك وطبقة الكريمة وطبقتين الجيلي اللي احنا عملناهم، والتشبيحة الحلوة اللي عملناها بالصوصات، يعني مدية شكل حلو جدا للكيك بتاعنا. يا رب الكيك يكون عجبكم، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، طعمها كمان كان لذيذ جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها بجد، هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نفتح القالب بتاعنا كده من جوه ونشوف شكلها ايه. شوفوا بقى شكلها من جوه، طبقة الجيلي متماسكة كويس جدا، علشان احنا قللنا المية اللي بنستخدمها عن العبوة العادية، يعني اللي احنا بنستخدمها في الجيلي العادي لو هناكله كده عادي. فهتلاقوها متماسكة معاكم كويس جدا. كمان القلوب اللي احنا حطيناها يعني مدية ضي حلو جدا. عايزة اقول لكم كمان على حاجة، واحنا بنعمل الكريمة ضروري جدا ان احنا نمسحها كويس جدا بالسكرابر. انا بصراحة وانا بعملها يعني كان فيها تشبيحة كده، ما مسحتهاش يعني كويس جدا بالسكرابر، وبصراحة قلت الجيلي يعني هيداري، وانا طبعا هحط قلوب وكده، فقلت عادي يعني مش هتبقى باينة. ولكن الجيلي شفاف. حتى يعني انا مستخدمة مثلا جيلي احمر، فظاهر معايا التفاصيل بتاعه الكريمة. فضروري جدا وانتي بتعمليها امسحي بالسكرابر الكريمة كويس جدا، وسويها كويس جدا، وبعد كده ابدأي رصي بقى القلوب، هتبقى يعني مظبوطة معاكي اكتر. بصوا بقى شكل الكيك مع الكريمة مع الجيلي، طعمه لذيذ جدا وكمان شكله مميز. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. وصفة سهلة ولذيذة، اتمنى ان انتوا تجربوها. استنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. شكرا لكم، مع السلامة.